هذا احنا نسميه صباع، انتو شو تسموه؟ قال لي يومين ما نخليهن المي، حتى ملح طالع بيهن. طبعا كان جوا بس ابوي يطلعهن بعد، صدق كذب دخليهن جوا. وهسه احنا ناخذ مي بالبويج ونسقيهن. افتح يا سمسم، ما شاء الله المي بارد. طبعا اخوان الزراع حتى هم يعطش مثلنا، مثل ما نعطش احنا هو هم يعطش، فاي زراع تشوفوه قدامكم خلونا مي. زراعات ما جيرانا هم ينحق علينا. وهسه كميتهم كلهن وبقت عندي بس النخله راح اجيب لها بالسطل. وتدللين صدق كذب كنج على مي. بسم الله، الف عافيه. هسه هنوش قدام الباب. حبايب قلبي طبعا اي شجره اي نخله تشوفوها بالمنطقه خلوا لها مي، يعني مثل ما احنا نعطشتها هي هم تعطش. هاي بالبدايه كنستها بالمكناسه بعدين غسلتها طلعت بهذا الشكل ما شاء الله. قبل فتره كان ما عندي التزام بعمل فكنت لازم المنطقه كنز اغسل. الله شاهد يعني من الطول للطول، يعني قصدي مو نهايه الشارع، يعني من هذا المكان لحد نهايه هذا الشارع، يعني بس هاي المنطقه كنس وغسل. حاليا للاسف ملتزم بعمل وهاي في المنطقه، يعني قاعد اطلع بس الصبح اغسلها وانظفها نوبات، ولا عندي استعداد انظف الفلوجه كلها والله. فكره كلش حلوه شباب، اطلع انا انظف لي قدام بابا، يطلع جيراني ينظف قدام بابا، يطلع ذاك ينظف قدام بابا، تنظف المنطقه والله فكره كلش حلوه. طبعا ما راح تاخذ منك وقت كلها نص ساعه. وهسه خليه لايك على الفيديو، تحياتي لكم صدق كذب.